هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، متابعي إذاعة إرنا الدولية حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 19 من مارس. كما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، وفي محاولتنا لتتبع الإجابة على سؤال: ماذا تنوي الولايات المتحدة الأمريكية وما هي خططها بخصوص حل الأوضاع المتأزمة في إقليم تيغراي في إثيوبيا؟ نقدم لكم تقريرا سياسيا للباحث أو الكاتب الإريتري الأستاذ عبد القادر محمد علي تحت عنوان: انسحاب القوات الإريترية والأمهرية، الرؤية الأمريكية لحل أزمة منطقة تيغراي. ويأتيكم هذا التقرير السياسي ضمن برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث. قبل ذلك مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. وزير الخارجية الإثيوبي يؤكد بأنه لا أحد يمكنه حرمان بلاده من نصيبها من مياه النيل. وفاة الرئيس التنزاني جون ماغوفولي متأثرا بمضاعفات الكورونا. قلق في العاصمة السودانية من زيادة الأعداد بإصابة بفيروس كورونا. مناورات سعودية فرنسية مشتركة في البحر الأحمر. كانت مستمعات الكريمات مستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. نقل موقع روسيا اليوم عن وزير الخارجية الإثيوبي ديمتري مكونن قوله أنه لا يمكن لأحد أن يحرم إثيوبيا من نصيبها البالغ 86% من مياه نهر النيل، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لبناء سد النهضة الإثيوبي. وأضاف مكونن أن السد هو المورد الطبيعي لجميع الإثيوبيين، مشيرا إلى أنهم مروا بالعديد من التقلبات على مدى السنوات العشر الماضية لتحويل هذا المورد الكبير إلى تنمية ملموسة. وأوضح الوزير خلال ندوة لوزارة المياه والري في فعالية بمناسبة اقتراب الذكرى العاشرة لبدء بناء سد النهضة، والتي توافق 2 أبريل المقبل، أن عملية استكمال بناء السد ليس من أجل مستقبل الأجيال، بل هي مسألة حماية لسيادة الدولة. وكانت إثيوبيا قد جددت في وقت سابق رفضها المقترح المصري السوداني بشأن مشاركة الوساطة الرباعية الدولية في أزمة مفاوضات سد النهضة. أعلنت نائبة الرئيس في تنزانيا السيدة سامية سولو حسن وفاة الرئيس التنزاني جون ماغوفولي عن عمر يناهز 61، متأثرا بوباء كورونا، والذي أنكر في مقابلات أولى عدم وجوده، وأعلن في مرة أخرى إمكانية علاجه بالبخور البلدي. وأعلن عن وفاة ماغوفولي في التلفزيون الرسمي يوم الأربعاء الماضي بعد اختفائه عن الأنظار في الأيام الماضية، وورود أخبار عن تلقيه العلاج من وباء الكورونا في العاصمة الكينية نيروبي. وقالت نائبة الرئيس في خطاب وجهته للشعب: أبلغكم ببالغ الأسف أننا فقدنا اليوم قائدنا الشجاع رئيس جمهورية تنزانيا جون بومبي ماغوفولي. وأعلنت سامية حسن الحداد الوطني في البلاد وتنكيس الأعلام لمدة 14 يوما. وبحسب دستور البلاد فسوف تؤدي سامية حسن اليمين الدستورية كرئيسة جديدة لتنزانيا لتكمل فترة الرئاسة الباقية للرئيس الراحل، والتي بدأها العام الماضي لمدة 5 سنوات. شوهد الرئيس الراحل آخر مرة علنا في 27 من فبراير الماضي، وأثار غيابه قلقا حول وضعه الصحي، ولكن رئيس الوزراء قاسم ماجليوة أصر الأسبوع الماضي على أن الرئيس يتمتع بصحة جيدة ويعمل بكفاءة. ولكن زعيم المعارضة توندو ليسو قال للبي بي سي أن مصادره أكدت إصابة الرئيس بفيروس كورونا وأنه يجري علاجه في كينيا. أعربت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان عن القلق من تصاعدات إصابات ووفيات فيروس كورونا في البلاد، وقررت إلزام العاملين بالمؤسسات العامة والخاصة بارتداء الكمامات وتوفيرها لهم مجانا، والتقيد بقواعد التباعد الاجتماعي داخل المؤسسات.
وعقدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية اجتماعا مساء يوم الأربعاء الماضي برئاسة وزير الصحة الدكتور عمر أحمد النجيب بحضور عضو مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسى السعيد. وبحث الاجتماع الموقف العام لإصابات ووفيات فيروس كورونا على مستوى المنطقة والعالم، كما ناقش الاجتماع التدابير الخاصة بحماية المواطنين والمتمثلة في ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي. وأوضح وزير الصحة في تصريح صحفي أن الاجتماع اطلع على برنامج توزيع لقاح فيروس كورونا الذي وصل إلى السودان الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن وزارة الصحة تابعت كافة الحالات التي استخدمت اللقاح ولم تسجل أي آثار جانبية. وأكد أن اللقاح آمن وأن الآثار الجانبية الناتجة عنه أقل بكثير من الخطورة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى التزام الوزارة بتوجيهات منظمة الصحة العالمية. وأضاف الوزير أن الوضع تحت التقييم الدائم من قبل الوزارة واللجنة العليا للطوارئ الصحية، لافتا إلى أن الاجتماع استمع إلى تقرير حول كيفية استعادة النشاط الرياضي بصورة سليمة وآمنة. ذكرت وكالة الأنباء السعودية بأن القوات البحرية السعودية أجرت مع نظيرتها الفرنسية المناورات البحرية الثانية تحت اسم القرش الأبيض 21 في البحر الأحمر. وتأتي المناورات المشتركة لتبادل الخبرات والتجارب بين القوات البحرية في البلدين وتطوير قدراتهما وتعزيز عمليات الأمن البحري في المنطقة. ووفقا لخبر وكالة الأنباء السعودية، شهدت المناورات عددا من السيناريوهات القتالية كالتعامل مع الأهداف المعادية والطيران العمودي والتشكيلات للقطع البحرية بمشاركة حاملة الطائرات الفرنسية شارل دي غول في مراحل المناورات، وذلك لرفع مستوى القدرة القتالية في مجال العمليات البحرية. كانت هذه مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام نشرة الأخبار قدمتها لكم من إذاعة إيرنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إيرنا. وزير الخارجية الإثيوبي يؤكد بأنه لا أحد يمكنه حرمان بلاده من نصيبها من مياه النيل. وفات الرئيس التنزاني جون ماغوفولي متأثرا بمضاعفات الكورونا. قلق في العاصمة السودانية من زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا. مناورات سعودية فرنسية مشتركة في البحر الأحمر. كانت هذه نشرة الأخبار قدمتها لكم من إذاعة إيرنا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إيرنا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث. تعليقنا على الحدث لهذا الأسبوع يأتي تحت عنوان انسحاب القوات الإريترية والأمهرية، الرؤية الأمريكية لحل أزمة منطقة تيغراي، وهو بقلم الأستاذ عبد القادر محمد علي لموقع الجزيرة للدراسات. متابعة طيبة أرجوها لكم. هذه إذاعة إيرنا. يقول الأستاذ عبد القادر محمد علي، وهو باحث إريتري متخصص في قضايا إريتريا والقرن الأفريقي، القول: سيخلق انسحاب القوات الإريترية والأمهرية من إقليم تيغراي فراغا أمنيا يتيح لمقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إعادة تنظيم صفوفها وتنشيط عملياتها، وهو ما يدفع بالجيش الفيدرالي إلى إعادة سحب قواته، كما يدفع أديس أبابا إلى التفاوض. ويضيف الأستاذ عبد القادر محمد علي قائلا: جاءت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض لتجد قرنا أفريقيا هشا وغير مستقر، حيث تعاني إثيوبيا من مجموعة من الصراعات الداخلية، من أبرزها تداعيات الحرب في إقليم تيغراي والتصعيد غير المسبوق على الحدود السودانية الإثيوبية، كما تخيم أجواء الفشل في الوصول إلى تسوية لترتيبات ملف سد النهضة، منذرة باندلاع صراع مسلح لن يستثني مصر وإريتريا، في حين يعيش الصومال حالة من التمزق على ضوء الخلافات حول الانتخابات. لكن التحركات الأمريكية تشير إلى أن معالجة الأزمة الإثيوبية تقع على رأس أجندة واشنطن في القرن الأفريقي، ليس فقط لأن انهيار إثيوبيا إن تم
فسوف يكون أكبر انهيار للدولة في التاريخ الحديث، كما ذكر تقرير صادر عن لجنة مكونة من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ولكن أيضا لأن الحرب في إثيوبيا وعواقب الحملة العسكرية في منطقة تيغراي شمال البلاد تحتوي على الديناميت القادر على تحويل الصراع في تيغراي إلى أزمة إقليمية كاملة، مع امتداد الاضطرابات إلى إريتريا والسودان المجاورين. وأطلق رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد حملة عسكرية لإنفاذ القانون في 4 نوفمبر 2020 على خلفية الصراع بينه وبين الجبهة الشعبية الحاكمة في إقليم تيغراي، والذي أفضى في النهاية إلى عدم اعتراف كل منهما بشرعية الآخر. وأدت ضربة عسكرية وجهتها الجبهة إلى القيادة العسكرية الشمالية إلى انطلاق العمليات العسكرية وفقا للرواية الرسمية. وكان لكل من إريتريا والأمهار أهدافهما الخاصة من تصفية الجبهة الشعبية في تيغراي، حيث رفضت الأخيرة الامتثال لقرار المحكمة الدولية بإرجاع منطقة بادمي إلى السيطرة الإريترية عقب حرب 1998-2000 بين الطرفين، وهو ما أدخل البلدين في حالة لا حرب ولا سلم قرابة عقدين من الزمان، كما أنها مثلت عائقا رئيسيا أمام طموحات الرئيس الإريتري إسياس أفورقي في أداء دور محوري في القرن الأفريقي. وكذلك فقد مثل الاختلاف حول تبعية بعض المناطق وحول كيفية إدارة الدولة بين المركزية التي يتبناها الأمهار والفيدرالية الإثنية التي ابتدعتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي عاملا رئيسيا في العداوة بينهما، بجانب التنافس التاريخي بين العرقيتين على حكم إثيوبيا. ولأهمية إثيوبيا كحليف أمريكي وكدولة محورية في القرن الأفريقي، مثلت أزمة تيغراي شاغلا أفريقيا رئيسيا للإدارة الأمريكية حتى قبل وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، حيث غرد أنتوني بلينكن على سبيل المثال في 19 نوفمبر الماضي معربا عن القلق البالغ إزاء الأزمة الإنسانية والأمن والسلام في المنطقة، ومطالبا السلطات الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بإنهاء الصراع. وبعده بأيام غرد جاك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن مطالبا الطرفين المتحاربين بالدخول في حوار برعاية الاتحاد الأفريقي. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. لازلتم مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام تتابعون التقرير الذي كتبه الباحث الإريتري عبد القادر محمد علي تحت عنوان انسحاب القوات الإريترية والأمهارية، الرؤية الأمريكية لحل أزمة منطقة تيغراي. ويواصل الأستاذ عبد القادر القول: انسحاب القوات الإريترية والأمهارية واستراتيجية واشنطن لمعالجة الأزمة. يقول: عملت إدارة الرئيس جو بايدن على استراتيجية لمعالجة أزمة تيغراي تعتمد على مجموعة من الأدوات، منها العمل مع الشركاء الدوليين ولا سيما الاتحاد الأفريقي على وقف الحرب ومعالجة آثارها، ونقل المناقشات حول أزمة تيغراي إلى مجلس الأمن الدولي، وممارسة الضغوط الاقتصادية على أديس أبابا، والدعوة إلى تسهيل وصول المساعدات الإغاثية لتخفيف الأزمة الإنسانية الحادة في الإقليم، والدعوة إلى تسوية سياسية وحوار بين أطراف الأزمة في البلاد. في سياق هذه الاستراتيجية الأمريكية تبرز مطالبة إدارة بايدن بانسحاب القوات الإريترية ثم الأمهارية لاحقا من إقليم تيغراي من خلال خطاب اعتمد على جملة من الركائز، منها المطالبة المكثفة بانسحاب القوات الإريترية والأمهارية، التأكيد على انتهاكات وفظائع شابت العمليات العسكرية في الإقليم وارتبطت بهذه القوات، المطالبة بالتحقيق في الجرائم وتقديم الجناة إلى العدالة. ومثلت هذه المطالبات المستمرة تحولا لافتا من موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب التي أثنى وزير خارجيتها مايك بومبيو على عدم رد أسمر على هجمات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الصاروخية عليها، والذي تحول مع طول أمد الحرب إلى مطالبة فاترة بسحب القوات الإريترية من إثيوبيا. وقد اتضحت هذه الاستراتيجية منذ البيان الأول لوزارة الخارجية حول تيغراي في 28 من يناير الماضي، والذي تضمن المطالبة بانسحاب فوري للقوات الإريترية من تيغراي الإثيوبية وتورطها في انتهاكات شملت العنف الجنسي وأعمال النهب،
وفي 5 فبراير الماضي تكررت المطالبة عبر سفارة واشنطن في أسمرة التي أشارت إلى جهات أخرى غير القوات الإريترية مشاركة في الانتهاكات. في بيان صادر عن وزير الخارجية أنتوني بلينكين في 27 فبراير الماضي، أورد قوات أمهار الإقليمية في إطار المطالبة بالانسحاب من تيغراي، وهو ما قرره في اتصال مع أبي أحمد في 2 مارس الجاري، مع المطالبة بإجراء تحقيقات مستقلة ودولية وذات مصداقية ومحاسبة المسؤولين عنها. ثم نقلت واشنطن مطالبتها بإجراء تحقيق دولي إلى جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في تيغراي، وهو مسعى أفشله الرفض الصيني الروسي، والذي تذرع بأن المسألة شأن داخلي إثيوبي، في حين أثنت السفارة الأمريكية في أسمرة على إعلان الهيئة الإثيوبية لحقوق الإنسان أن نتائج تحقيقاتها الأولية تؤكد قيام جنود إريتريين بقتل مدنيين إثيوبيين في أكسوم. في تصعيد جديد، وصف بلينكين أمام الكونغرس في 10 مارس الجاري ما يحدث في تيغراي بأنه تطهير عرقي، مطالبا بتحقيق مستقل وبإجراء عملية مصالحة تمكن البلاد من المضي قدما سياسيا. ويضيف الأستاذ عبد القادر محمد علي قائلا: استفادت واشنطن في زيادة زخم ضغوطها من صدور تقارير حقوقية وإعلامية حول انتهاكات الأطراف المختلفة لقوانين الحرب، مع تركيز واضح حتى الآن على دور القوات الإريترية، كما عملت على تشكيل جبهات دولية تؤيد مطلبها، كما في بيان الاتحاد الأوروبي في 8 فبراير الماضي الذي يعلن انضمامه إلى دعوة الولايات المتحدة لسحب القوات الإريترية، وتصريح مشابه للأمين العام للأمم المتحدة في 4 مارس الماضي، ومؤيد لدعوة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة في الإقليم. هذه الوتيرة النشطة من الضغوط تعبر عن إدراك إدارة بايدن لخطورة النزاع في تيغراي على استقرار الأوضاع في إثيوبيا والقرن الأفريقي عموما، وهو ما يعزى إلى تأثير شخصيات خبيرة بالشؤون الأفريقية فيها كسوزان رايس مستشارة الرئيس بايدن ذات الصلة الوثيقة بالقرن الأفريقي، وليندا توماس جرينفيلد التي كانت مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الأفريقية في الفترة من 2013 إلى 2017، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية روبرت جوديك الذي أمضى السنوات 2012-2019 سفيرا لبلاده في كينيا. ركزت واشنطن مطالبتها على إثيوبيا التي تملك الكثير من وسائل الضغط عليها، بخلاف إريتريا التي تعيش حالة من العزلة الاختيارية عن المجتمع الدولي منذ قرابة عقدين. في هذا الإطار هدفت الاستراتيجية الأمريكية إلى تفكيك التحالف بين أديس أبابا وأسمرة ومعاقبة ميليشيات الأمهار لإضرار الاثنين بالأمن والاستقرار في القرن الأفريقي، حيث دفعت الميليشيات إثيوبيا نحو حافة الحرب مع السودان على خلفية نزاع حدودي، كما حرضت أسمرة على الحرب في تيغراي وشاركت فيها. هذه إذاعة إرنا. لازلتم مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام تستمعون وضمن برنامج تعليق على الحدث الأسبوعي إلى تقرير سياسي تحت عنوان انسحاب القوات الإريترية والأمهرية، الرؤية الأمريكية لحل أزمة منطقة تيغراي، بقلم الباحث عبد القادر محمد علي، وهو منقول لكم من موقع الجزيرة للدراسات. ويواصل الأستاذ عبد القادر محمد علي القول: في إطار سعي الولايات المتحدة إلى استعادة دورها كلاعب محوري في القرن الأفريقي وسط منافسة حادة مع قوة أخرى كروسيا والصين، تتجاوز استراتيجية واشنطن في إثيوبيا العمل على درء تفاقم الكارثة الإنسانية في إقليم تيغراي وتهدئة التوترات الناتجة عن نقمة التيغراويين على وجود الإثيوبيين في إقليمهم، على وجود القوات الأجنبية في إقليمهم، إلى محاولة تفكيك حزمة من الأزمات المتشابكة، وتبدأ بالدفع نحو مخرج سياسي للأزمة في تيغراي، وتمتد إلى الأزمة الحدودية الإثيوبية السودانية، وتنتهي بمحاولة التأثير في ملف سد النهضة، وذلك على النحو التالي: أولا، تهيئة البيئة للتحول نحو تسوية سياسية في تيغراي. مثل التدخل الإريتري عاملا حاسما منذ البداية في حسم الحرب لصالح الجيش الفيدرالي، وذكر رئيس الوزراء أبي أحمد أن القوات الحكومية التي فقدت توازنها بعد الضربة الأولى من طرف الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي
انسحبت إلى إريتريا، حيث تم إعادة تأهيلها للعودة إلى الحرب من جديد، في حين كان الأمهار قوة حربية ضاربة بجانب الجيش الفيدرالي. وذكر مسفن حاغوس وزير الدفاع الإريتري الأسبق في مقال له أن إريتريا شاركت في الحرب ب 12 فرقة عسكرية بين مشاة وفرق ميكانيكية. ووفقا لمصادر إعلامية فإن الجيش الإريتري يسيطر على زمام الأمور في العديد من مدن تيغراي، في حين ينتشر الأمهار في جنوب وغرب الإقليم. ويعد وجود الطرفين حيويا لضبط السيطرة على الإقليم نتيجة عجز الجيش الفيدرالي عن ذلك منفردا ابتداء، ثم لإعادة تمركز جنوده على الحدود السودانية بعد اندلاع النزاع هناك. نزع فتيل الحرب السودانية الإثيوبية. في غمرة انشغال أديس أبابا بحربها في إقليم تيغراي، قام الجيش السوداني في منتصف نوفمبر الماضي ببسط سيطرته على منطقة الفشقة الحدودية، وهو ما رفضته أديس أبابا واعتبرته توغلا في أراضيها. ورغم وصول الطرفين إلى تفاهم عام 2008 باعتراف إثيوبيا بسودانية الفشقة مقابل سماح السودان للإثيوبيين بالاستمرار في العيش واستثمار أراضي المنطقة، فإن الديناميات متعلقة بالسياسة الداخلية والخارجية للبلدين أدت إلى تحشيد عسكري وتصعيد غير مسبوق على الحدود. ثالثا، محاولة تحقيق انفراج في ملف سد النهضة. رغم أن مفاوضات سد النهضة اكتنفها الخلافات بين أطرافها الرئيسية، فإن تأثير الاشتباكات العسكرية السودانية الإثيوبية وتصاعد الخلاف على تبعية أراضي الفشقة أسهم في الانسداد الأخير الذي تعيشه المفاوضات. وازداد التباعد بين الموقفين الإثيوبي والسوداني مقابل تقارب مصري سوداني ملحوظ، حيث تبنت الخرطوم موقف القاهرة الداعي إلى التوقيع على اتفاق ملزم قبل بدء الملء الثاني للسد. وعسكريا شارك الجيش السوداني لأول مرة في مناورات نسر النيل وسيف العرب، كما تم توقيع اتفاق تعاون عسكري بين البلدين. ودأبت أديس أبابا في المقابل على الحديث عن وجود الطرفين ثالث وراء التصعيد السوداني الإثيوبي، وهذا ما دعا إلى ربط التعزم في قضية السد بالتحشيد العسكري على الحدود، وأن إثارة الخلاف الحدودي بوجه عام تهدف إلى الضغط على أديس أبابا للتوصل إلى تسوية حول ترتيبات سد النهضة تراعي مطالب الخرطوم والقاهرة. ثالثا، ردود الفعل الإريترية والإثيوبية. باستثناء تصريح مقتضب لوزير الخارجية الإريتري عثمان صالح ينفي مشاركة بلاده في الحرب في أيامها الأولى، لم تعمد أسمرة إلى نفي أو تأكيد مشاركتها، وإن أكدت في المقابل على الخطر المستمر للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على البلاد. كما شككت أسمرة في مصداقية التقارير التي نسبت إلى القوات الإريترية ارتكاب جرائم في تيغراي، ووصفتها بالتسييس كما وردت في تغريدات وزير الإعلام الإريتري يماني جبر مسقل. يعزى الصمت الإريتري عن إعلان المشاركة في الحرب إلى حراجة موقف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الذي نفى هذه المشاركة ابتداء، كما أن الإعلان عنها يضع أحمد في مأزق مرتبط بوجود قوات أجنبية على الأراضي الإثيوبية دون موافقة برلمانية، ما يمثل انتهاكا للسيادة الإثيوبية. ويناقش الأستاذ عبد القادر محمد علي السيناريوهات المحتملة ويقول: أمام الضغوط الأمريكية التي تربط وجود القوات الإريترية والأمهارية بالانتهاكات وتحميل أديس أبابا المسؤولية عن نتائج ذلك مع المطالبة المستمرة بالتحقيق والتلويح بالعقوبات الدولية، ويبدو أن رئيس الوزراء الإثيوبي لم يحسم أمره بعد، والخطوات التي اتخذتها بلاده تؤكد ترددها بين مسارين. الأول هو رفض تحقيق هذه المطالبات، وهو ما يعني تمتينا للحلف الإريتري الأمهري مع أبي أحمد، ومواجهة تصعيد أمريكي ودولي واللجوء إلى الصين وروسيا لموازنة ضغوط واشنطن، كما تجلى في جلسة مجلس الأمن الأخيرة حول تيغراي. أخيرا، الاستجابة لهذه الضغوط وفق تسوية تحمي أبي أحمد من الوقوع تحت طائلة المحاكمات، وهو خيار يتضمن عددا من العواقب، منها عودة العدو الرئيسي لأبي أحمد وهو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي كلاعب رئيسي في الساحة السياسية الإثيوبية، وتجنيب اقتصاد إثيوبيا محور نموذجها التنموي من العقوبات الاقتصادية المتوقعة والذي يعاني أصلا بعد الحرب على تيغراي ووباء كورونا، كما ستؤدي الاستجابة إلى تفكيك تحالف أبي أحمد مع الأمهرة وأسمرة، مع تحميل الأخيرة العبء الرئيسي في الانتهاكات واحتمال فرض عقوبات عليها وإعادتها إلى سياسة العزلة الدولية قبل 2018، وهو ما سيؤدي إلى إعادة تشكيل التحالفات داخل منطقة القرن الأفريقي من جديد.
هذه إذاعة إرنا. استمعتم مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام إلى تقرير للكاتب والباحث الإريتري عبد القادر محمد علي تحت عنوان انسحاب القوات الإريترية والأمهرية، الرؤية الأمريكية لحل أزمة إقليم تيغراي. استمعتم لها منقولة من موقع الجزيرة للدراسات ضمن برنامج تعليق على الحدث. وبهذا القدر من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام أذكركم بأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وزير الخارجية الإثيوبي يؤكد بأنه لا أحد يمكنه حرمان بلاده من نصيبها من مياه النيل. نقل موقع روسيا اليوم عن وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن قوله أنه لا يمكن لأحد أن يحرم إثيوبيا من نصيبها البالغ 86% في نهر النيل، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لبناء سد النهضة. وفاة الرئيس التنزاني جون ماغوفولي متأثرا بمضاعفات الكورونا. أعلنت نائبة الرئيس في تنزانيا السيدة السامية سولو حسن وفاة الرئيس التنزاني جون ماغوفولي عن عمر يناهز 61 متأثرا بوباء كورونا، الذي أنكر في مقابلات عدم وجوده وأعلن في مرة أخرى إمكانية علاجه بالبخور البلدي. قلق في العاصمة السودانية من زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا. أعربت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان عن القلق من تصاعد إصابات ووفيات كورونا في البلاد، وقررت إلزام العاملين بالمؤسسات العامة والخاصة بارتداء الكمامات وتوفيرها لهم مجانا، والتقيد بقواعد التباعد الاجتماعي داخل المؤسسات. مناورات سعودية فرنسية مشتركة في البحر الأحمر. ذكرت وكالة الأنباء السعودية بأن القوات البحرية السعودية أجرت مع نظيرتها الفرنسية المناورات البحرية الثنائية تحت اسم القرش الأبيض 21 في البحر الأحمر. وتأتي المناورات كما قالت الوكالة لتبادل الخبرات والتجارب بين القوات البحرية في البلدين وتطوير قدراتهما وتعزيز عمليات الأمن البحري في المنطقة. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام وكالعادة أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. تقبلوا تحياتي محدثكم فتحي عثمان، وتقبلوا كذلك تحياتي زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة من باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.